ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام في جميع أنحاء المعمورة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرة أخرى يتجدد بكم اللقاء في هذا البرنامج الأسبوعي، برنامج قضايا إريترية. وفي هذا الأسبوع لا شك أننا سنتطرق إلى أمر في غاية الأهمية. تعرفون جميعا أن موضوع الصلح والمعاهدات والمواثيق، تعرفون جميعا أن هذا مما حض عليه الدين الإسلامي. وإذا نظرنا إلى السيرة النبوية وإلى حال النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنه كان يبادر بالصلح، وكان يلجأ إلى العهود والمواثيق، سواء في هجرته إلى مدينته صلى الله عليه وسلم في عهوده ومواثيقه مع اليهود، لأنهم يعتبرون من مكون أساسي في المدينة النبوية، أو كان في صلحه مع كفار قريش فيما يعرف بصلح الحديبية، وكل ذلك لأجل حقن الدماء وصون الأعراض وحفظ الأموال. ولا شك ولا ريب أن العهود والمواثيق لها مكانة عظمى في شريعتنا الغراء. ولا شك ولا ريب أيضا أن أي أحد في العالم يدعون إلى الصلح إلى الإصلاح والعهود والمواثيق لأجل هذه الأمور النبيلة، لا شك أن الدين الإسلامي يحض على ذلك. لا يعني ذلك أن المسلمين يخنعون ويطأطئون الرؤوس، إنما المقصود به وهم أعزاء يلجؤون إلى العهود والمواثيق حتى نحقن دماء جميع الأطراف. في لقائنا المتجدد مع شيخنا المفضال فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الضيف الدائم لهذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الجليل. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك وبالمشاهدين. بارك الله فيك. شيخنا الجليل، في إطار هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى والصلح خير، لا شك أن هذه العبارة لها ما لها من وقع على نفوس المصلحين، وإن كانت وردت في إطار الصلح بين الزوجين، فما هي مدلولات هذه الآية، وهل نستطيع أن نعممها على غير الزوجين؟ تفضلوا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت، هذه الآية من حيث السياق الذي نزلت فيه النزاع الزوجي، يعني النزاع بين الزوجين، وهو أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها لما تراه من أهمية الاستمرار مع زوجها. وختمت بقوله والصلح خير، آية طبعا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. اختلف المفسرون حول والصلح خير، الألف واللام هل هي للعهد وبالتالي المعهود الذي ذكر خلاف بين الزوجين أو الصلح بين الزوجين، أم أن الألف واللام هنا للجنس وبالتالي يصلح الاستدلال بهذه الآية لكافة أنواع الصلح، يعني جنس الصلح، يعني جنس الصلح. نعم. مع علمنا بأن موضوع المصالحات ومشروعيتها مجال آخر، يعني عندنا ما يمكن أن نستغني به عن هذه الآية في قضية المصالحات، لكن تحديدا هل هذه الآية أيضا تشمل كافة أنواع المصالحات أم لا؟ الصحيح والله أعلم
أنها للجنس وليست جميل. للعهد. يعني بعض المفسرين طبعا كالإمام الرازي عليه رحمة الله ذهب إلى أنها للعهد، ولكن من المعاصرين أمثال ابن عاشور حقق في المسألة بشكل دقيق وتتبع الجانب اللغوي في الموضوع، فقال قضية والصلح خير أن تكون المقارنة بين الصلح والنزاع فلا مفاضلة كبيرة يعني. وبالتالي يقول الآية هنا للجنس، وبالتالي تصلح أن تعمم لكل أنواع المصالحات، وهذا هو الذي إن شاء الله يعني نميل إليه في هذه الآية. وبالتالي الله سبحانه وتعالى ذكر قضية الصلح بين الزوجين ثم عمم بعد ذلك ونقل الأمر من العام إلى الخاص، من الخاص إلى العام، من خلال استقراق هذه الآية ألف واللام لكل أنواع الصلح. فكأنما يقول لنا المصالحات خير في حياتكم من المنازعات ومن المقاضات كذلك، لأنه مقابل المصالحات تأتي المقاضات وتأتي التحكيم وغيرها. فعلى كل موضوع الصلح هو خير لهذه الأمة. والله سبحانه وتعالى طبعا في آية أخرى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا نحن باب الخيرية بالذات في موضوع المصالحات هو من الأبواب المؤكدة، والله أعلم. طيب جميل. لكن يعني هل كل الأمور أو في كل الأحوال نحن نلجأ إلى الصلح، أم أن هناك أحوال يصلح فيها الصلح وأحوال لا؟ يعني متى المؤمن يطالب بأن يلجأ إلى الصلح ومتى يطالب بأن لا يلجأ إلى الصلح؟ نعم، هو على كل مسألة الحقوق، مسألة الحقوق الأصل فيها العدل. جميل. الأصل فيها العدل، والعدل أحيانا الصلح قد لا يأتيك بالعدل. جميل. لأن الصلح فيه تنازل، والعدل هو إقامة القسطاس، بمعنى تأخذ مالك وتعطيني مالي. تمام. هذا يأتي عن طريق التحكيم وعن طريق المقاضاة وبالنظر إلى البينات وغيرها، وبالتالي العدل هو أن أخذ كامل حقي. لكن الصلح لا، الصلح يقوم على مبدأ التنازلات، تتنازل أنت من شيء وأتنازل أنا من شيء. هنا على كل من أراد أن ينتقل إلى مرتبة الإحسان والفضل قد يلجأ إلى المصالحات. جميل. أنا أريد والله يا أخي القضية لا أريد أن يكون فيها الطرف الآخر يشعر بالغبن، حتى لو هو أحيانا بعض الناس إخراج الحق منه يراه مشكلة. العدل ما يقبل به كل إنسان. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يعني أراد منا إنه والله الحد الأدنى الذي نبدأ به هو العدل، وحضنا وحثنا على الفضل والإحسان. فالصلح هو حالة إحسان وفضل، بمعنى أنا سأتنازل لك عن شيء. مع إذا كنت والله أنا أطلب منك 100 جنيه مثلا، أقول لك والله نصطلح على 80، سأتنازل لك عن 20. هذا الآن ليس عدلا ولكنه صلحا، هذا الصلح فضل. فأنت دخلت في دائرة إيه؟ دائرة الفضلاء والمحسنين، ولم تكتفي بدائرة إيه؟ أهل العدل والقسطاس أو القسط. هنا تتوقف على كل الأمور على جملة من القضايا. مثلا بعض الناس يرى أن الصلح ضعف ومهانة، وكأنما أجبرك إجبارا، ويعني ينظر إلى المسألة وكأنه والله يقول لك ركعته. جميل. هذا النوع من البشر فعلا قد لا يصلح معه الصلح، لا يصلح معه الصلح. في نوع آخر عنده القدرة وعنده الإمكانية وعنده كذا، ولكنه تعود في مسيرته على المظالم. هذا قد يحتاج أيضا لمن يجلسه على قائمة العدل وليس على قائمة الصلح. فالمسألة ضرورة أن تنظر إلى الأشخاص تمام. الذين تتعامل معهم. من هو والله الذي يصلح معه الصلح لأنه فضل وإحسان، ومن الذي لا يصلح معه هذا النوع، بل يصلح معه التأديب ويصلح معه أن تأخذ حقك كاملا. فالمسألة على كل تتوقف. في شخصية عاجزة لكن لو وجد يعطيك حقك كاملا، وليس من أهل المماطلة ولا من أهل التسويف ولا من كذا، لا، هو فقط عاجز. هذا تحثك الشريعة على أنه والله وإن كان ذو عسرة فنظرة. جميل. مثلا في قضايا الأموال. فالمسألة تتوقف على كل من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. أنا كنت أقصد بالنظر كما ذكرت، بالنظر إلى الشخص المقابل الذي أريد أن أصطلح معه. نعم. حقيقة يا دكتور في بعض الأحيان إذا تنازلنا ورضينا بالصلح لربما تكون سنة سيئة
لمثل هؤلاء الناس، أي صحيح. لأن هؤلاء من المستبدين ومن الظلمة ومن الطغاة. نعم. إذا تنازلنا واصطلحنا معهم قد يؤدي هذا إلى الطغيان يعني بشكل أكبر. نعم. فبالتالي تأديبهم ويعني الحكم عليهم نعم. قد يعتبر هو الأفضل، لأنه سيعطي صدى لمن هم حولهم. طيب يا دكتور، ما هو وضع الصلح بين المسلمين؟ ما هو حكم الإصلاح بين المسلمين؟ وما هي أحوال الإصلاح في هذه الدائرة؟ القاعدة أن الصلح جائز بين المسلمين. جميل. الصلح جائز بين المسلمين وليس بواجب. ليس بواجب. جميل. لأنه زي ما ذكرت الواجب هو العدل. تمام. والصلح فضل وإحسان. جميل. لكن أمرنا الله سبحانه وتعالى في بعض المواطن، أمرنا بالصلح، وأمر المؤمنين كمكون أن يصلحوا بين المتخاصمين. فالمسلمين مأمورين بأن يقوموا بواجب بواجب الإصلاح. جميل. وأصلحوا بين أخويكم. تمام. بعد ما ذكر قضية البغاة وكذا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. نبدأ بالصلح. نبدأ بالإصلاح، لأنه تمام. مجرد ما حصل نزاع بين الطوائف التحكيم فيه صعوبة. التحكيم فيه صعوبة، فيبدأ الناس بمسألة المصالحات. والآن أيضا هذه يمكن سبحان الله حتى الأنظمة الوضعية صارت استهدت بكثير مما ورد في أحكام الفقهية الإسلامية، وبدأت تقنن هذه الأمور بحيث والله البدايات كيف تكون والنهايات كيف ينبغي أن تكون. فعموما الصلح جائز وقد يأخذ الأحكام الأخرى، لكن الأصل أنه جائز ومباح، وأن الناس يمكن أن يتنازلوا عن بعض حقوقهم في سبيل حقن الدماء، في سبيل الحفاظ على المودة، الحفاظ على الأخوة، على كذا. لكن لو تمسك شخص بحقه وقال أنا أريد العدل، لا نقول له والله أنت ارتكبت محرم، ما دام أنه يرى أن أنا راضي بالتحكيم وراضي بأن نصطلح، لكن الصلح عبر التحكيم. هنا طبعا دي طريقة أخرى، هو يرى أنه والله يستوفي حقه كاملا ثم يصطلح بعد ذلك. فهو على كل الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات حضنا على هذا الموضوع. ذكرنا الآية لا خير في كثير من نجواهم، وقول الله تبارك وتعالى وإن كان هذه أشمل إن أريد إلا الصلاح ما استطعت، هي أشمل بكثير من نعم. يعني الإصلاح في جميع شؤون الحياة. والصلح خير. جميل. وآية أيضا وأصلحوا بين أخويكم، كلها آيات على كل تحض المسلمين على موضوع الصلح. فالصلح عموما جائز بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين وبالمعقول كما هو وارد. أيضا حتى العقل يقول بأنه والله الناس لابد من أن تنتهي نزاعاتهم ليس بما هو أسوأ وأشد، ولكن بما هو ألطف وأسهل وأحكم. طيب نحن تكلمنا الآن عن الصلح بين المسلمين. طيب نعم. ما حكم الصلح بيننا وبين غير المسلمين؟ نعم. في كل الأحوال الشريعة الإسلامية سبحان الله تذهب إلى كما تفضلت يعني بما يندفع به الشر. جميل. الشر أحيانا قد يندفع بما دون القتال، وأحيانا قد يضطرك إلى أنه لا يندفع هذا الشر إلا بالقتال. فالشريعة أتاحت موضوع الصلح مع الكل، من حيث هو أتاحت الصلح مع المسلمين ومع غير المسلمين، من حيث هو قيمة، من حيث هو مبدأ. فيجوز للمسلمين أن يصالحوا أو يتصالحوا فيما بينهم إذا حصلت نزاعات، ولها طبعا طرقها وآلياتها وأحكامها الفقهية. وهنالك كما تفضلت شروط عموما لهذا الموضوع، ألا تدخل في قضية المصالحات ما هو محرم، وألا يدخل فيها ما هو مثلا فيه ظلم وفيه إجحاف، لكن أتاحت عموما هذا المبدأ كقيمة. كذلك أيضا جعلته من الأشياء الممكنة مع غير المسلمين. جميل. مع غير المسلمين يأخذ بطبيعة الحال أحكام أيضا مختلفة عن الأوضاع داخل المسلمين، لأن المصالحة قد تكون والله مصالحة بعد حرب بالنسبة لنا مع الطرف الآخر. جميل. مع غير المسلمين قد تكون بعد حرب، خضنا حرب مع بعضنا البعض، ثم إما أننا أخضعناهم وخضعوا لحكمنا، وهنا يدخل تحت موضوع ما يعرف بأهل الذمة. جميل. إما أنه والله يا أخي تكافأ الطرفان ولم يستطع طرف أن يحسم الطرف الآخر
وتوصل الطرفان إلى صلح يرضي كل طرف وبتفاصيل معينة، هذا قد يكون مؤقت وقد يكون مطلق. تمام. قد نقول والله هذا الصلح يكون بيننا تتوقف فيه الحرب لمدة 10 سنوات. في هذه الفترة قد يكون هناك جوانب تجارية داخلة في الموضوع، جوانب مالية داخلة في الموضوع، جوانب اجتماعية داخلة في الموضوع. كل صلح له على كل شروطه واستحقاقاته. جميل. أحيانا قد يكون لا والله ما دخلنا حرب ولا خضعوا لنا، ولكن قبل أن نبادئهم بالحرب هم جاءوا وقالوا والله نريد السلام بيننا وبينكم. تمام. أتاحت الشريعة لنا أيضا هذا الموضوع، بل بالعكس أحيانا تفضل هذا النوع من التعامل الذي يجعل الطرف الآخر يبحث عن دوائر السلام مع أهل الإسلام. هذه كلها سبحان الله من الأشياء التي يعني يحصل فيها المصالحات. أحيانا قد تكون لا الأمور ليست عامة بهذا الشكل، ليست قضية كتلة مسلمة مع كتلة من الكفار. قد تكون المصالحات داخل المكونات هذه بين أفرادها، شخص مسلم مع شخص آخر كافر. نعم. سواء كان والله قتل، سواء كان مثلا جوانب مالية، جوانب بتاعت أعراض غيرها، قد تكون أيضا على مستوى الأفراد. أيضا حثت الشريعة كما حضت أيضا على المصالحة داخل المسلمين أيضا مع هؤلاء، وخصوصا إذا كانوا من أهل الذمة. يعني هنا خلينا إذا كانوا ضمن المجتمع المسلم فهم خاضعون لأحكامه، وداخل البيئة الإسلامية لهم حقوق مواطنة معينة، فهؤلاء قد يكون وضعهم أيضا أسهل في المصالحة من وضع غيرهم. فكل هذه الدوائر على كل متاحة في قضية المصالحات. المصالحات اللي فيها صعوبة غالبا هي التي تكون مع أهل الحرب، وإلا المعاهدين والمستأمنين والمستضعفين من أهل الكتاب اللي هم النساء والشيوخ والأطفال، وكذلك أهل الذمة منهم، كل هؤلاء المصالحات متاحة لنا معهم. جميل. نعم. طيب، قلت قبل قليل أن الصلح لا ينبغي أن يتضمن شيء من الظلم. نعم. إذا نظرنا إلى صلح الحديبية، نعم، يعني إذا نظرنا إليها من خلال ظاهر بنود الصلح، نعم، سنجد أنها يعني إذا لم تكن كلها فأكثرها ضد المسلمين. نعم. فما هو الرأي في ذلك؟ طيب، أول بالنسبة لموضوع صلح الحديبية، هو الصلح طبعا يقرأ في سياقه. جميل. يعني أي حادثة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخرجتها من السياق الذي كانت فيه ستتحول إلى نقيض مباشر. تمام. فأولا صلح الحديبية هو أقرب إلى أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تلاحظ الصحابة يناقشونه وهو يقول إني عبد الله ورسوله ولن أعصي. إني عبد الله ورسوله ولن أعصي. هذه واحدة. الأمر الثاني، مآلات هذا الموضوع، مآلات هذا الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وفق إيحاء الله له واضحة. جميل. أن هذا الصلح ستكون له مآلات كبيرة أكثر من هذه الظواهر اللي ظاهرها يعني مثلا قضية إنه والله إذا أسلم شخص من الكفار ترده إلينا. النبي صلى الله عليه وسلم يدرك، وبالعكس لا. بالعكس لا. هذه نقطة يمكن أكثر نقطة مجحفة. نعم. هي هذه النقطة. النبي صلى الله عليه وسلم يدرك بأن هذه الجزئية لن تطول، وربما كانت هي واحدة من عوامل نقض هذا الموضوع، أو ربما الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه بأن والله هؤلاء المستضعفين سيجعل الله لهم مخرجا، فلا تعطل مصلحة المسلمين الكبرى لهذه الجزئية. هذه الجزئية اللي نحن أصلا عارفين مآلاتها ونهاياتها. فعلى كل موضوع صلح الحديبية لا يصعب أن تستشهد به في قضية التحليل والتحريم، لكن أيضا ممكن نقول أيضا إذا كان والله المسلمين في حالة من الضعف وغياب التوازن مع عدوهم، ولا يستطيعون أن يفرضوا خياراتهم الكبرى التي يمكن أيضا أن يفرضوها على الطرف الآخر. هنا في إطار منهجي يمكن أن تحصل أيضا أن تستفيد من صلح الحديبية في بعض ما يكرهه المسلمون، في بعض ما يكرهه المسلمون ضمن منطق القوة ومنطق الضعف. ولو تلاحظ هنا الآن معظم القضايا التي من هذا النوع هي ضمن طائفة موجودة مع الطرف الآخر. تمام. وليس النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرم قضية فيها إجحاف بالمكون المسلم اللي داخل دولته. تمام.
يعني ما مس هؤلاء، لكن هو يتكلم عن طرف آخر وموجود عندهم. بالمقابل يعني. أيوه بالمقابل. فهذا على كل ما يمكن أن يقال في موضوع الصلح الحديبية. أنا أقصد من هذا الكلام طبعا كما أسلفت الموضوع يبدو أنه وحي محض. نعم. الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقبل مثل هذه البنود. نعم. لمآلات يعلمها الله سبحانه وتعالى، وبالفعل كانت هذه المآلات هي كانت في صالح المسلمين 100%. ولذلك يعني في السنة الثامنة تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، وكانت الذريعة أنهم نقضوا العهد. وأولئك النفر الذين كان يردهم النبي عليه الصلاة والسلام كونوا جبهة ليست عند المسلمين وليست عند المشركين، كانت يعني وبالا على المشركين، وتمنوا بل أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يضمهم إليه ولا يكونوا قطاع طرق يقطعون طرق القوافل. لكن الذي أريد أن أقول، هل للقائد المسلم أو للقيادة الإسلامية أن تقرأ استراتيجيا أن بعض البنود التي يعني قد تكون ضد المسلمين أو فيها ضعف للمسلمين، وبقراءات استراتيجية أنه ممكن تؤول إلى صالح المسلمين مستقبلا، هل يمكن للقائد المسلم أن يتخذ مثل هذه القرارات؟ أحسنت، هذه نقطة يعني مهمة. يعني استنادا على مثل هذه الحادثة. أحسنت، نعم، بارك الله فيك. هذه طبعا من القضايا المهمة جدا، لأنه يصعب أن نقول والله كان هذا الأمر وحيا وبالتالي لا يهتدى به، لأن أصل الوحي بطبيعته لا بد الاستهداء به. جميل. ولا بد الاستفادة منه. فكما تفضلت، إذا كان والله أنا ذكرت القضية المنهجية، إنه نحن في وضعية حاليا لا تؤهلنا في اللحظة الراهنة أن نحصل على كل شيء، لكن مدركين ضمن حسابات استراتيجية إنه والله بعد 15 سنوات الواقع الدولي، الواقع الإقليمي، المحلي سيتغير، وبالتالي بدل أن نفقد الآن كل شيء في هذه اللحظة فلنؤجل الأمر إلى سنوات مثلا. فهذا يستشهد به كما تفضلت فعلا. جميل. القيادة المسلمة وبالتشاور فيما بينها وبتحقيق مجمل المصالح والمفاسد، بلا شك أنه يستهدى بهذا الصلح الذي ذكرنا، صلح الحديبية. نعم. طيب، في ظل النزاعات والاقتتال المحتدم في هذا العصر، يعني لا يكاد يعني بقعة من بقاع العالم الآن إلا وفيها نزاعات. نعم. سواء نزاعات سياسية أو نزاعات اقتصادية أو نزاعات اقتتال أو ما شابه ذلك. نعم. ما وضع العهود والمواثيق في مثل هذا الوضع الراهن الآن؟ هو سبحان الله، يعني كما تفضلت الآن يمكن أكثر حالة وصلتها البشرية في المنازعات عصرنا الحالي بلغ أشده، تحت حجة طبعا ندرة الموارد. للأسف الشديد أحيانا الفلسفات التي يتبناها كل طرف لها أثر في السلوك. فأنت مثلا كمسلم الآن ترى أنه ما في ندرة في الموارد. هذه عقيدتنا، أن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالموارد جعل هذه الأرض فيها ما يكفي للبشرية إلى قيام الساعة. ولكن ضمن منظورنا نرى أنه والله هنالك الشيطان والسلوك الإنساني يتدخل في الإسراف، من خلال الإسراف، من خلال التبذير، من خلال احتكار مجموعة معينة ل 90% من موارد البشر، وترك 10% لبقية البشر. فتنشأ نتيجة ذلك ما يسمونه هم بالندرة. ما في عمليا، ما في ندرة. صحيح. يعني مثلا الآن الدراسات تقول بأن القمح في العالم يكفي الناس بأسعار بسيطة جدا، لكن من يزرعون القمح يريدون الاحتفاظ بأسعار معينة فيضخون بكميات كبيرة جدا يرمون بها في البحر حتى يحافظ على السعر. لاحظ، حافظ عليه. يقول لك يا أخي نحن هذه السلعة جزء من السلع اللي تعتبر الآن سلعة نفوذ، كما أنه أنا والله عندي الأسلحة احتكرها حتى أمارس عليك النفوذ، عندي أدوية وما احتكرها حتى أمارس، كذلك عندي القمح أمارس إنه أول ما أسمح للعالم أن يزرعه بشكل كبير. كثير من الدول الآن محجورة عليها لا تستطيع أن تزرع، فينشأ نتيجة ذلك ما سموهم وفق نظرياتهم الاقتصادية الندرة. فمبدأ الندرة أو الأخطر المبادئ التي يستند إليها النظام الرأسمالي. بينما عمليا لما نأتي إلى الحالة كما قلت إلى حالة تحليل الموارد ستجد أن والله الموارد تكفي البشر. طيب يا شيخنا، سنرجع إليك بعد قليل. لننظر ما الوضع الحاصل بين روسيا وأوكرانيا
وأوضاع القمح وما شابه ذلك، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. نلقاكم بعد الفاصل أيها الإخوة، انتظرونا. السلام عليكم. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أيها الإخوة والأخوات الأكارم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، وما زلنا مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان في ذات الموضوع الذي تركناه قبل الفاصل. يا دكتور حسن، الآن التحكم من الدول الكبرى في مثل هذه الأمور، نريد أن نرى وضع العهود والمواثيق في مثل هذه الأوضاع، وقد بدأت في قضية الموارد. تفضل شيخنا الكريم. نعم، أنا ذكرت موضوع الموارد، هي يمكن واحدة من أسباب النزاع. أيضا موضوع الحدود واحد موارد النزاع. للأسف الشديد لما خرج المحتل في كثير من المواقع ترك بؤر من بؤر الصراع، فتجدها سبحان الله نقاط إشكال دائم. تجد مثلا بين الهند وباكستان منطقة كشمير، تجد مثلا الآن في إريتريا وأثيوبيا منطقة بادمة مثلا تظل منطقة إشكال، أو جزر حنيش مثلا حصل بسببها إشكالات. بعض المناطق مع جيبوتي. الآن لما حل أيضا مشكلة جنوب السودان مع شمال السودان حصلت مشكلة أبيي. فالشاهد في كل منطقة سبحان الله يتركوا بؤرة، فتظل هذه البؤرة محل إشكال. مع أنه سبحان الله المنظومة الدولية بشكل عام عندها الآن في القانون الدولي يعتبرون قضية المواثيق والعهود من أهم ما يحتكم إليه عند المصالحات. تمام. أضف إليها السوابق القضائية، ما يسمى بالسوابق، يعني ينظر إلى الحدث إيش والله في من سابقة قبل هذا حتى يحاولوا أن يحكموا هذا الوضع. نظريا الآن يعتبر مثلا الأمم المتحدة كمؤسسة دولية والمجلس الأمن كمؤسسة تنفيذية داخل هذا الجهاز، كل ما يصدر من الأمم المتحدة في شكل قوانين وفي شكل منظومات تحكم وتفصل يحاول أن يعطوها حكم التوصيات.
إلا إذا كان والله صدر ووقعت عليه جميع الدول ويتحول بعد ذلك إلى اتفاقية وميثاق كل دولة وقعت عليه أدبيا يفترض أن تكون. لكن هذه المنازعات التي تحصل يخضعونها غالبا إلى نمطين من الحلول. حصل مثلا مشكلة بين دولتين، في البداية يلجؤون الدولتين إلى المصالحات الودية، يسموها مصالحات ودية، إنه والله يا أخي أبدأوا حوار مباشر، ثم يتدخلوا بعد ذلك من خلال لجان تساعد في قضايا. إذا كان والله الدولتين ما توصلوا إلى حوار يحاولوا يقولوا لهم لا نحن نساعدكم من خلال لجان التحقيق. لجان التحقيق دورها والله النزاع الحاصل يحاولوا أن يقفوا على أرضيته، إيش الأسباب وإيش كذا وإيش الدوافع. لا تحكم لجان التحقيق ولكنها تساعد الطرفين في الوصول إلى الحل، وهكذا تتطور على كل إلى أن يصلوا في النهاية إلى صيغة من الصيغ كطرفين. هذه معظمها أساليب على كل ودية. أحيانا لا، قد لا تأخذ هذه المصالحات هذا النمط، لأن هذا النمط يصلح في الخلافات السياسية. في النمط الآخر وهو المصالحات القضائية أو القانونية، تأخذ طابع قانوني. هنا تحل هذه إما إلى محكمة العدل الدولية، فتلجأ الدول إلى هذه المحكمة لفض نزاعاتها ويرتضوا بذلك. وهنا غالبا يحصل نوع من كل دولة تختار شخص أو شخصين مثلا للمشاركة في لجنة التحكيم، والخامس يأتي من طرف ثالث أو من خارج. فمثلا يجيبوا 5 أشخاص، وده حصلت في حنيش مثلا، في حنيش بين إريتريا. أيوة نعم. اليمن تجيب 2 وإريتريا تجيب 2 وفي واحد على كل يتفقوا عليه جميل مع بعض. فمن حيث الفرص كنزاعات هنالك مجموعة فرص على كل للحل من خلال العمليات الودية أو العمليات القضائية. العمليات القضائية تحال إلى المحكمة، والمحكمة أحيانا تبت فيها، وأحيانا تحال إلى لجان تحكيم. ما ذكرت الآن هو لجان تحكيم. جميل. فلجنة التحكيم ما تتوصل إليه يكون ملزم للدولتين، ولا تستطيع بعد كده ما دام رضيت بالتحكيم خلاص التحكيم سيكون ملزما لكل الأطراف. هنا تأتي طبعا بطبيعة الحال إشكالية إنه والله بعض الدول القوية والكبيرة تمارس نوع من العدوان على الأطراف الضعيفة، وبسطوتها وقوتها أحيانا لا تستطيع الدول الصغيرة أن تجد حقها. هنا صحيح. يحصل هذا الموضوع، وخصوصا إذا ذهب الموضوع إلى مجلس الأمن وفيه الدول دائمة العضوية اللي هي 5 دول تحاول أن تمارس الفيتو في مصالح. المشكلة هذه إشكالية كبيرة. يعني الآن يمكن مثلا للمجتمع الدولي أن يتدخل في أوكرانيا مثلا، يمكن يتدخل. هنالك دولة عندها حق الفيتو اللي هي روسيا. صحيح. أي محاولة للمساس بمصالحها في أوكرانيا هي تمارس حق الفيتو. هنا بطبيعة الحال حق الفيتو أن يكون هنالك والله بعض الدول فوق القانون تجعل من قضية الاتفاقيات والمصالحات والعهود وكذا هنالك مجموعة فوق القانون وفوق ما يسمونه الآن بالمواثيق الدولية اللي مفروض والله تخضع لها كل الدول. هنا تأتي على كل الإشكالية، تأتي الإشكالية في أنه والله بعض الدول ترى نفسها فوق القانون، وهذه يمكن نحن نلاحظها في كثير مما تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتجميدها للقرارات الدولية وتجميدها لما صدر. إيش المقصود بالفيتو يا دكتور حسن؟ الفيتو هو عبارة عن حق النقد لدول معينة داخل مجلس الأمن. 5 دول 5 دول دائمة العضوية، وهي أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. هذه الدول ال5 أول عضويتها دائمة في مجلس الأمن، البقية يتغيروا. إذا اعتبرنا 14 أو 15 دولة في مجلس الأمن، ال5 هذول دائمين. في القرارات ذات الطابع الإجرائي هذول وضعهم عادي، إذا الموضوع قصة إنه قدموا فلان أخروا فلان تعيينات داخل، هذه ما في إشكال. لكن الموضوع لما يبقى والله له صلة مباشرة بقرار له مساس بواحدة من هذه الدول ال5، عندها الحق في أن تقول والله المجلس الأمن كله مجتمع تقول لهم ترفع يدها وتقول والله أنا أرفض هذا القرار. سبحان الله. فهو حق الرفض وحق النقد، إنه والله كلكم اتفقتم أنا رافض. هنا نلاحظ سبحان الله تحرص الدول إنه والله أن لا تمارسوا قدر الإمكان، لكن نلاحظ هنالك مثلا بعض الدول ما تستحي منه، زي الولايات المتحدة الأمريكية. أي قضية لها مساس بإسرائيل
إدانة إسرائيل في حروبها، ملاحقة قياداتها، ملاحقة كذا، هي ترفع يدها توقف الموضوع. سبحان الله. فهذه الإشكالية اللي الآن يعني يعاني منها مثلا مجلس الأمن في قضية المواثيق، في قضية العهود، لأن هنالك من يرى نفسه فوق القانون، من يرى نفسه عنده الحق على بقية الدول. وهذه واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا الآن في العهود والمواثيق الدولية. أنت تنشئ منظمة، هذه المنظمة يقال ظاهريا أنه والله يفترض أن تكون تخضع للنظام الديمقراطي في العالم، بما أنه الآن عالميا من يهيمن على النظام العالمي هو القوى الديمقراطية. صحيح. لكن تلاحظ أنها تنقض الديمقراطية وتتنافى معها لما يتعلق الأمر بها، ولما يتعلق الأمر بالمنظومة الدولية. هنا ما يبقى القصة بتاعت أنه أنا مساوي معك أو أنا أتقبل بالعدالة، لا، هو ينظر إلى مصالحه. وكأنما النظام، هذه القوة التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية برمجت نظام عالمي وجعلت العالم كله يكون خاضع لهذا النظام، وقابل كذلك بفكرة اللا ديمقراطية من خلال أن يكون هنالك بعض الدول تمارس مثلا الفيتو على بقية العالم. إذن كيف نقيم العهود والمواثيق التي تبرم في هذا العصر؟ ما مدى فاعليتها في ظل مثل هذا النظام الغريب العجيب؟ أحسنت. هو بطبيعة الحال يعني لو أردنا أن نقول والله ترك الناس فوضى وبلا رعاية ولا والله الناس أن يكون هنالك شكل من أشكال النظام الذي يمكن أن تحتكم إليه الأطراف حتى يجنب الناس الصراعات الدولية، بلا شك ستجد نفسك أنه والله يمكن أيضا أن نقول بأن والله هنالك استفادة تحصل أيضا من هذا النوع من المواثيق. مثلا بعض الدول اللي ما عندها مساس مباشر بالقوى الكبرى، مصالحاتها ومعاهداتها وأمورها بتمشي، ما في إشكال، وتلزم لأنه القوى الكبرى راعية لهذا الموضوع. نعم. وترى أنه والله الدول الصغيرة مفروض تلتزم. لماذا؟ هم يرون أيضا لو فلت النظام تماما وصار ما في أي التزام، المجموعة الدولية كلها ترى أنه والله عدم الالتزام بهذه المعاهدات، يدركون فوضى النظام الدولي أيضا، يدركون أنه والله هذه المكتسبات التي يجدونها الآن في ظل انضباط الجميع ورضا الجميع بأحكامهم، بلا شك هم يحرصون على بقاء هذا النظام. ففي بلا شك القوى المستضعفة أو الدول المستضعفة أحيانا دولتين متجاورتين ما عندهم علاقة كبيرة في قضاياهم بالدول الكبرى، والخلاف بينهم لا يمس مصالح الدول الخمسة، هنا غالبا الاتفاقيات تكون ملزمة، ويحرص المجتمع الدولي على إلزام هاتين الدولتين، وخصوصا إذا كان والله خرج الموضوع من محكمة العدل الدولية، لأن هنا واحدة من أجهزة الأمم المتحدة اللي قراراتها تكون غالبا مرعية أيضا من المجموعة الدولية. أحيانا أيضا بعض المواثيق مجلس الأمن نفسه يحيل الملفات إلى هذه المحاكم، هنا أيضا برضو يكون المواثيق فيها ملزمة والقوة. فالشاهد منطق القوة هو غالبا الذي يعني يحدد إنه والله الاتفاقيات ستكون ملزمة ولا غير ملزمة. يعني أهم شيء ألا يكون خلافك مع هذه الدول الكبيرة. نعم. يعني لا تقترب سواء من نفس الدول، نعم، أو من تكون هذه الدول راعية لدول أخرى، فبالتالي لا مساس لمصالحها. نعم. يعني الآن مثلا نقطع حديثك الآن. طيب. لاحظ كل الناس مدركة إنه والله كانت أوكرانيا لما طلعت من الاتحاد السوفيتي في اتفاقيات واضحة بين أمريكا وبين روسيا الحالية على أن والله وضعية أوكرانيا، وضعية سلاحها، وضعية كذا، وضعية حلف الناتو أيضا لكن القوى الكبرى ما بتلتزم كثير بهذا الموضوع. أمريكا شافت إنه والله مثلا الصين وروسيا يشكلان تهديد بالنسبة لها كقوة عظمى. هنا لن تتقيد بالقوانين والنظم لا، تتحرك بمفردها، النظام الدولي مشى معها فبها، ما مشى معها هي تتحرك. هذه الخطورة في الأمور يعني. طيب تقريبا بالأمس حصل صلح. نعم. في القرن الأفريقي بين الحكومة الفيدرالية الأثيوبية وبين جبهة تحرير تيغراي. كيف تقرأ هذه المصالحة التي حدثت في جنوب أفريقيا؟ نعم. على كل أول موضوع الصلح وإيقاف الحرب، ما أعتقد في عاقل والله يرى أنه والله إيقاف الدماء ونزيف الدم وإيقاف الحروب هي مفسدة يعني. فمن هذه الزاوية بلا شك يعني الواحد يهنئ الأطراف التي وقعت على الاتفاق، وقعت على السلام، لأن ضحايا هذه الحرب هم الأبرياء.
يعني شوف سبحان الله، الحروب اتخذوا قرارها من يعرفون بعضهم البعض. نعم. اتخذ قرار الحرب من يعرفون بعضهم البعض، ويروح ضحاياها من لا يعرفون بعضهم بعض. سبحان الله. يعني الآن القادة يعرفون تماما بعضهم بعض ويعرفون ماذا يريدون. الضحايا على الأرض لا يعرفون بعضهم وربما لا يعرفون ماذا يريدون. هذا اللي حصل. يعني الآن طحنت في هذه الحرب جيوش وراح ضحيتها أسر وتمزقت فيها مجتمعات وحصل ما حصل، ولا نعرف طبعا مآلات هذا الوضع إلى أين ستكون في المستقبل، لأنه قبل كده برضو وقعت اتفاقية السلام وأيضا، لكن ما نرجوه إن شاء الله في هذه المرحلة أن يتم الالتزام على الأقل بهذه الاتفاقية التي تعمل على حقن الدماء، وأن يكون هنالك أيضا معالجات للأضرار التي نجمت عن هذه الحرب. بلا شك هي أضرار تتعلق جزء منها بدول وجزء منها يتعلق بداخل المكونات الإثيوبية نفسها. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه والله تنتهي هذه الحرب وتكون هذه نهايتها، وتنعم إن شاء الله أثيوبيا بالأمن والسلام والاستقرار، والنظر كذلك إلى ما هي الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذه الانفجارات بين فترة وأخرى، حتى لا تكون والله دائما الشعوب ضحية لصراعات النخبة وضحية كذلك لأطماع النخبة، لأنه لو لاحظنا هذه النخبة دائما هي سبب هذه الكوارث وهذه النكبات. فعلى كل الاتفاق من حيث هو جيد، وأتوقع إن شاء الله أنه يعني يؤتي ثماره خلال الفترة القادمة إذا ما حرص الطرفان على أنه والله فعلا يتم الالتزام به. طيب ما هو أثره على الدول المجاورة؟ أثر هذا الصلح على الدول المجاورة؟ نعم. لأنه لا شك أن الدول المجاورة لأطراف الصراع نعم. لا شك أنها تتأثر بهذا الصراع. بلا شك. فما هو أثر هذا الصلح الحاصل بين الطرفين على الدول المجاورة؟ هو بلا شك يعني أول الدول اللي كانت متضررة من الحرب سواء من خلال النازحين واللاجئين أو من خلال تعطيل حركة التجارة، لأنه ما تنسى أنت أي حرب تعطل كثير من المصالح، مصالح اقتصادية، مصالح اجتماعية، مصالح سياسية، تعليمية أكيد. فوقف الحرب بطبيعة الحال سيؤدي إلى نوع من استقرار الإقليم، وبالتالي حركة التجارة ستكون أفضل حالا والأمور الاجتماعية ستذهب بشكل طبيعي. فعلى مستوى الدول بلا شك سيكون الوضع إن شاء الله أفضل مما كان عليه. لكن خلينا نحن الآن نأتي في وضعنا الإريتري. إيش حيكون الأثر؟ في تقديري طبعا حصلت اتهامات كثيرة جدا، هل والله الجيش الإريتري دخل ما دخل؟ هذه القضية وستظل بالنسبة للتجراء يعتقد حتى لو سكتوا عنها في الاتفاق نعم. لن يسكتوا عنها في الواقع، يعني ستظل هاجس بالنسبة لهم سواء كانوا جزء من النظام السياسي جزء كإقليم. هذه الجزئية ستظل عقدة الإشكال. الأمر الثاني، حتى هذه اللحظة هنالك أراضي إريتريا تحت السيطرة الأثيوبية، وهي جزء من الإشكال. يعني منطقة بادوم المتنازع عليها التي حكمت لصالح إريتريا اللي كان مفروض الاتفاق من زمان تعود إلى الإريتريين، حصل معاكسات طبعا خلال الفترة الماضية، وأدى هذا الأمر إلى أن ينظر الجيش الإريتري والقيادة الإريترية الحالية إنه والله هذا مسبب من مسببات الشيء اللي حصل، بغض النظر الموقف صحيح ما صحيح، لكن هذه الأرض يفترض أن تعود إلى إريتريا حتى فعلا يعني يتعايش بعد كده والله الشعب الإريتري مع بقية مكونات أثيوبيا بسلام، إنه لا في أرض محتلة ولا في تطلعات أثيوبية نحو الجانب. إذن هذه الأرض أيضا في تقديري سيكون واحدة من الإشكالات إذا كان والله اتفاق السلام هذا أدى إلى عودة الأراضي الإريترية المحتلة إلى وضعها الطبيعي، فإن العلاقة أيضا ستكون أفضل مما هي عليه. النقطة الثالثة أيضا هذا الاتفاق أيضا لا تنسى بأنه مبرم بين قيادتين، بين أبي أحمد في أثيوبيا وبين سياسة فورقي مثلا في إريتريا. هنالك في كل الاتفاقيات ما يسمونه بالبنود السرية. البنود السرية في أثيوبيا قد لا يكون في بند سري باعتبار أنه والله هنالك برلمان وقيادة منتخبة وكذا والملف مكشوف. في إريتريا وضع مختلف. فما هو مسكوت عنه من الاتفاقيات بين الطرفين في عام 2018 أيضا إن كانت والله اتفاقيات لصالح الشعب الإريتري وصالح السيادة الإريترية وصالح الدولة الإريترية، سيكون ذلك مما يقوي ويعزز أيضا العلاقات الجوار. إذا كان والله لا هنالك تضحيات مثلا بقضايا ومصالح قومية تمس الأمن القومي الإريتري،
مثلا هنا أيضا سنلاحظ أيضا محل إشكال. وأخيرا وليس آخرا، آخر شيء أشير إلى أنه ما لم يتم أيضا اتفاق وتسوية واضحة فيما يتعلق بالموانئ وكيفية استفادة الدولة الإثيوبية باعتبارها دولة الآن ليست على البحر في نطاق على الأقل يحقق المصالح للطرفين. من مصلحة إريتريا أن تشتغل موانئها، والشعب الإريتري مصلحته أن تشتغل الموانئ، ومن مصلحة إريتريا أرضا وشعبا ونظاما سياسي أيضا أنه والله تتم هذه المسألة ضمن توافق بين الدولتين بشكل لا يشعر فيه أي طرف من الأطراف بأن والله هنالك ظالم وهنالك مظلوم. يعني نحن مصلحتنا كشعب إريتري أن لا تكون إثيوبيا دولة محبوسة فتظل دائما معنا في إشكالات. هذه القضية لا بد فيها من حل، ولكن الحل نفسه أيضا يجب أن لا يتم في ظل قيام الإرادة السياسية الإريترية اللي مفترض الشعب الإريتري والله يكون مشارك في هذا الوضع، إنه والله هو الذي يعطي، هو الذي يمنح، هو الذي يمنع، هو الذي يتنازل إذا في تنازلات ضمن سقوف معينة. كل ذلك لا يتم إلا من خلال حالة أيضا سياسية. نأمل في النهاية إن شاء الله، نأمل في النهاية أن هذه المصالحات تؤدي إلى حالة من الاستقرار والسلام المستدام الذي يجعل شعوب المنطقة كلها إن شاء الله تنعم بالخير وتنعم بالأمن وتنعم بالسلام وتعيش حالة من حسن الجوار إن شاء الله، حتى لا نعيش دوما هذا الاحترام المستمر الذي لا يتوقف. لا شك أن أثيوبيا وإريتريا يعني لو نظرنا إلى المكون الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي أنها متشابهة كثير. نعم. فما هي النظرة المستقبلية إذا قلنا أن الأوضاع ستتحسن وأن احترام سيادة الدولتين سيكون متبادل؟ نعم. يعني ما هي القراءة للمستقبل لوضع أثيوبيا وإريتريا حتى يعني ينعمان بالهدوء والاستقرار في المنطقة؟ ولا شك أن القرن الأفريقي أصبح يعني وضعه وضع صراع مستمر. نعم. ما ندري متى سينتهي، ولكن لو قرأناه كقراءة تفاؤلية مستقبلية نعم. كيف يفترض أن يكون؟ هو أول خلينا نقول والله العلاقات بين الشعوب سواء في داخلها أو مع جوارها لا تقوم إلا على تحقيق العدل والمصالح المشتركة بينها. يعني ما في دول يمكن أن تستمر وتدوم مع وجود المظالم في داخلها أو مع جيرانها أيا كان، فالظلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية محرم على كل حال. صحيح. فأنت لا يمكن أن تعيش شعوب وهي مظلومة ومقهورة ولا وجود لهويتها ولثقافتها ولدينها ويهيمن عليها من خلال على كل أقليات هنا أو هناك. فالجزء الأول الذي نستطيع أن نقول سيؤدي إلى الاستقرار بسط العدالة في هذه المجتمعات. جميل. طبعا قضية العدالة لها أنظمتها الآن، يعني كيف أنا والله أحقق حالة من العدالة في التنمية، حالة من العدالة في المشاركة السياسية، حالة من العدالة على مستوى الأقاليم، أي نظام هو الأصلح لتحقيق العدالة. هذه يمكن على كل الشعوب أن تتداول وتتدارس حتى تصل إلى أنه والله تحقق مبدأ العدالة بين الأطراف. النقطة الثانية تحقيق المصالح المشتركة. جميل. وأنا ذكرت أنه دائما الدول القوية لا تحترم القوانين والمواثيق كثيرا، حتى لو قلنا بأنه والله الآن في دول وفي حدود وكل شيء، لكن تبقى الدولة ما دام عندها نفوذ وعندها قوة بتفرض أحيانا خياراتها. هذه الإشكالية التي يحتاج فيها إلى قضية المصالحات والمعاهدات. فالدولة القوية بدل أن تمارس هي والله قوتها وسطوتها على الآخرين، يفترض الدولة الضعيفة أيضا تتفهم ويكون عندها الحاسة الاستراتيجية التي تجعلها تتجنب وتتلافى سطوة الدولة الكبرى. صحيح. فهذه المسألة على كل تحتاج من القيادات السياسية النظر فيما يمكن أن يقدم في إطار المصالح المتبادلة. ما الذي يمكن أن يعني ما هو فتيل الأزمة الذي إذا نزعت شوكته يمكن أن تتوقف الأمور. يعني تحتاج على كل إلى حاسة استراتيجية. لكن في كل الأحوال هنالك حقيقة حاجة مطلوبة في منطقة القرن الأفريقي إلى نظام يحقق الانفتاح بين شعوب ودول هذه المنطقة لما يجعلها تتبادل مصالحها المشتركة، لما يحقق كذلك الانفتاح، لأنه الانطلاق عمره ما حيحقق في تقديري لا مصالح للدولة نفسها ولا أيضا مصالح مع جيرانها. أضف إلى ذلك أيضا ما يمكن أيضا أن يكون هنالك والله أراضي محتلة لدولة مجاورة وثم تتحقق معها
جميل. فهذا أيضا مطلوب. يعني الآن مثلا عودة الأراضي اللي تحت الاحتلال الآن، أراضي بادي مبي تحديدا، بغض النظر عن حجمها مساحتها، لكن سيظل الشعب الإريتري ينظر إلى أنه والله عنده قطعة من الأرض محتلة من الطرف الآخر، وإنه والله في اتفاقيات ومواثيق أبرمت في الجزائر وتنص على أنه هذه أرض تعتبر أرض إريترية. ردها إليهم ورسم الحدود، ثم بعد أن ترسم الحدود ويعرف كل واحد ما له وما عليه، نبدأ بعد ذلك في بحث المصالح المشتركة بين شعوبنا. شيخنا الحديث معكم ممتع، ولكن وقت البرنامج قد انتهى. لا شك أن موضوعنا اليوم لم يكن معدا لأجل ما كان البارحة من صلح بين يعني أطراف النزاع، لكن من تقدير الله سبحانه وتعالى أن هذا العنوان كان معدا من قبل ووافق هذا الموضوع، والحمد لله. على كل حال القرن الأفريقي يحتاج إلى مزيد من العمل والجهد حتى يستقر ويبدأ بالتنمية والتطوير. فالدول التي يعني أخذت على عاتقها التطوير والتنمية نجحت وتعاونت وتآزرت حتى أصبحت من الدول المستقرة التي ينعم شعوبها بالأمن والاستقرار، الاقتصاد الطيب، وبقية الأمور التي يحتاجها الإنسان، الأمن والأمان، والأمن الاقتصادي والأمن السياسي وما شابه ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. انتهى برنامجنا، نراكم الأسبوع المقبل في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من